بعد فضيحة الاتحاد الجزائري الذي لا يستطيع إقالة مدربه بيتكوفيتش بسبب العقد الكبير الذي يمتلكه وعدم قدرة الاتحاد الجزائري دفع كامل راتبه الذي يغطي المدة المتبقية في عقده، وبالتالي أصبح ملزما بعدم إقالته رغم النتائج الكارثية له مع المنتخب الجزائري في المسابقات الأخيرة ككأس إفريقيا المقامة بالمغرب وكأس العالم 2026. وقبل أن نتابع تعليق جمال بالعمري على هذه الفضيحة أريدك أن تشتركوا في القناة، وشكرا. أعتقد أن الأنباء متواترة. أمس الاتحاد الجزائري أو الاتحادية عقدت اجتماع، النتائج تعتبر مبهمة. وسائل الإعلام تحدثت عن استمرار هذا المدرب نظرا للشرط الجزائي والذي يجعل الاتحاد يدفع القيمة كاملة، أي قيمة العقد. كيف تشوف لهذه الوضعية من شقين، شق إداري وشق فني؟ الشق الفني أنا خذيت موقفي لا نهائي من الشق الفني. المدرب هذا غسلت يدي منه يعني من المونديال، لكن من الشق الإداري ما عندناش معلومات، يعني ما كاش بيان من الاتحاد يبين وش هي الأمور. عرفنا أنه فقط أنه صارت جمعية عامة أمس أنهم سووا لجنة تقييمية باش يقيموا المدرب. أنا نتوقع أنه ما بقاش تقييم المدرب هذا، ما عندوش تقييم فيه. خلاص قيمناه ك50 مليون جزائري، قيمنا أنه المدرب ما يصلحش. ما تجوش يعني المشكل، تعرف المشكل إيش؟ والله ما مشكل، أنا مشكلتي الآن ما صارتش المدرب، المشكل صارت في التضليل اللي راهو صاير في الجزائر. يعني في بعض المرات يعني تحس انه مشكلتنا في الجزائر في الرياضه بيتكوفيتش، ماشي هذا هو المشكل الكبير، مشكل اعمق من هذا. مشكل كبير كاين في الجزائر، تاع مشاكل كبيره في الجزائر، مشاكل تاع بطوله، مشاكل كبيره يعني اولى من هذا، لانه المدرب عارف انه بيمشي المدرب سواء بدفع الشرط الجزائي ولا بفراق بين الطرفين. لكن انا في بعض المرات نفكر نقول في النهايه الحوار والنقاش، نتكلم على نفسي ونتكلم على الجزائر. الحوار والنقاش ليس مع الجميع، ماشي مع الجميع في بعض المرات، لانه الناس احنا عندنا نوعان، كاين عندنا نوعان، ناس تحب الحقيقه وناس تكره الحقيقه. اللي يكره الحقيقه يكرهها. ليش الناس تكره الحقيقه؟ لانه الحقيقه المسؤوليه تتطلب عمل، والعمل يتطلب كلفه، والناس ما تحبش الكلفه. الناس مثلا يحبوا الحلول الظرفيه، ما يحبش العمل. انا الان كلاعب سابق، ولا سميني وش حبيت كمشجع، انا مانيش هنا باش نعطيك الحلول، انا ما نعطيكش الحلول، لانه الحلول لازم انت توجدها كرئيس اتحاد ولا كمسؤول، لانك انت في المنصب هذا للشيء هذا، لايجاد الحلول وللذهاب بالكره الجزائريه لبر الامان. ما نجيش انا من بلاطو نعطيك الحلول ولا. والمشكل لكن انت تعرف المشكل ايش؟ النقاد، جيتك في النقاد، النقاد يقول لك لا ولازم التهدئه، احنا هادين، يطالبوا بالتهدئه، وهم اللي كانوا ينتقدوا ما لا ينتقد في السابق. في بعض المرات انا نعرف الجزائر مثلا، انا ما نتكلمش على الحقبه اللي كنت نلعب فيها، نتكلم على الجزائر بصفه عامه وعلى وش نشفى ونتذكر. كانوا ينتقدوا اشياء لا تنتقد، يعني مثلا المنتخب يفوز 3-1 يقول المفروض كانوا ما يتلقاوش الهدف هذا. يفوز المنتخب 7-0 يقولوا المنتخب الثاني ضعيف. المنتخب يفوز 2-1 يقولوا كانوا قادرين يفوزوا 5-1. يعني كانوا ينتقدوا اشياء لا تنتقد. والان اذا واحد يجي يتكلم يجي يعطوك دروس، يعني يحاولوا هم يوجهوك ويعطوك دروس في ما نقولش في الوطنيه لانها كلمه كبيره، يعطوك دروس في مثلا في واش لازم نديروا واش لازم نتكلموا. لا او تصنف بانك تشوش او لا تثير مش تشوش. الان ونجحوا في الشيء هذا انهم قسموا الشعب الرياضي لقسمين، قسم تابع قسم معارض وقسم مع، قسموه. وفي بعض المرات يحاولوا يعني عن طريق صفحات ولا تصريحات ولا يعطوك دروس ويعطوك ايش لازم نسوي وايش لازم نتكلموا. انا المفروض هنا تدخل رئيس الاتحاديه وتدخل وزير الرياضه، الوضع حد، لانه صار الان تصريحات، خلينا نقول تصريحات بهلوانيه في بعض المرات، تصريحات يعني ما عندها اي شيء، تغريدات هذا يطعن في هذا. المفروض هنا الوزاره والدوله تتدخل توقف الشيء هذا، لانه هم اصحاب القرار. وكانك تقول كابتن جمال ان هذا المدرب
أصبح غير مرغوب من الفنيين، من الشخصيات الرياضية، من النقاد، وكانك تقول أن هذا المشهد من المفترض اللي يفصل فيه هي دولة. انا مشكلتي ماشي المدرب، انا كمناصر مشكلتي ماشي المدرب، خلاص انا مع المدرب، انا مشكلتي النفاق الرياضي اللي واقع، انا ماشي مشكلتي المدرب، لانه المدرب يطول ولا يقصر بيمشي، لانه ما لقاش الاجماع عند الشعب الجزائري وما لقاش الاجماع عند النقاد، وايضا حتى من اللاعبين اليوم. اللاعبين مش عارف، اللاعبين في اخبار تقول، في صحفي يتكلم، صحفي فرنسي يتكلم، مولينا معروف هو الصحفي هذا، لكن انا رومان مولينا ما يهمنيش انا الصحفي هذا، لانه ما يجيش يعطيني دروس من فرنسا، يعطيني دروس مش لازم يصرف المنتخب تاعي ولا منتخب بلادي، لانه يعني هو تابع يمثل بلاده ما يمثلنيش انا نتكلم على نفسي. انا نشوف انه المشكل اعمق من مدرب بيتكوفيتش، لانه ما تحاولوش يعني تدونا انه عندنا مشكل وحيد في الكره الجزائريه هو بيتكوفيتش، لا، عندنا مشاكل كبيره لازم نحلوها، وبعدها بيتكوفيتش حين يخلص اجازته، لانه الان يقولوا خلوه يخلص اجازته، هو في اجازه الان في المالديف ولا ما ادري وين في الاجازه. طيب اذا خلص اجازته يجي، لكل مقام مقال، لكن الان حلوا لنا المشاكل اللي لازم تتحل في الكره الجزائريه من زمان والكل يعرفها، يعني ماشي انا نجي نعطيك وش كاين مشاكل في الكره الجزائريه، المشاكل الجزائريه ظاهره للعيان وكل الناس عرفتها، حلوها لنا فقط، اما بيتكوفيتش عندنا الوقت باش نشيل. شوف راهو عاجبهم بيتكوفيتش كيفاش توقع المديريه الفنيه، قال لك مليح يكمل والمساعدين يروحوا، قال لك حقق الاهداف اللي هو الفوز على الاردن. تحكي مجموعه من الاسئله، اسمع، علاه ناحيه المساعدين ديالو مادام هو عاجبك، على ناحيه المساعدين تاعو، وعلاه درت هذه التصريحات، واسكو الفوز على الاردن هدف للمدرب كيحققه يعتبر ناجح وفق اي معايير، وزيد بزياده وفق اي معايير فنيه وعاجبك، ما تقوليش حقق الاهداف، خاطش تحقق الاهداف ماشي معايير، حقق الاهداف هو عمل اداري ماشي عمل فني، واحد يقرا الكونترا حقق الهدف نجح، وشنو هي المعايير الفنيه اللي خلاتك تقول عاجبني وناجح؟ هذوما الاسئله اللي يجوا في راسك. انت بمحض ارادتك رحت جددت لهذا المدرب ودرت له كونترات عامين ودرت له اهداف ليميتي، لو كان قريت برك الكالندري تفيق بلي الهدف اللي درته له يقدر يربح الاردن يحققه، وتلقى روحك حاصل. كيفاه اللي ورطني في المشكل هو اللي خرجني منه، ومن بعد نولوا اللجنه. علاه يا اخو؟ علاه الناس؟ انا 2026 مازالنا لجنه وكذا، عندك ديريكسيون تكنيك، عندك مديريه فنيه نورمالمون هي المرجع الدائم ديالك. المديريه الفنيه راهي تشوف كاع الفئات تاعك، راهي تتبع لي ماتش، راهي تحلل لي ماتش، يجوها دي رابور مور كل ماتش، اي عندها كاع البيانات. المديريه الفنيه تاعك راهي في المعمعه هي اللي تخدم، راهي عندها نورمالمون ديبارتمون، راهي عندها اقسام، قسم التحليل، قسم البيانات، قسم، ومن بعد تعاود عندك مديريه فنيه. علاه لجنه؟ علاه ما كنديروا بزاف معناتها مليح كوموندوس؟ علاه؟ والمديريه الفنيه اسكو شاورناها كي درنا تجديد العقد؟ نورمالمون هي الاولى، رايها هو الاول اللي يكون، وهذه المديريه الفنيه اللي نجيب لها لجنه. علاش راني دايرها؟ واللجنه نزيد نجيب لها لجنه ونزيد نجيب لها لجنه ونجيب اللي عس اللجنه. علاه يا اخو؟ علاه انا مازلنا ماشيين بهذه العقليه؟ علاه والله العظيم؟ علاه انا 2026 ناس امي فيقوا لهاد العفايس؟ علاه؟ يا رب لا حول ولا قوه الا بالله. المهم تضاربت الاراء، قال لك المساعدين تاعو راح يروحوا وراح نجيبوا مساعدين جدد، وانا داخلين في واحد وشنو اصل المشكل؟ عادي نورمال، كمل ودير تصريحات وكذا والعب لعبه. انا نطفي الفيديو باش